يا جريمه اخرى عاوتاني وقعت في مولاي رشيد، ولات السيبه في البلاد. داك النهار قتلوا داك الدري القصير، صفا والو. داك الدري عاوتاني دي شي يومين كانوا محامين فيه 5 ولا 4، حيدوا له رجليه، قطعوا له رجليه. داك النهار عاوتاني ديك السيده اللي صفاها الطليق ديالها اللي خدامه حتى هي في كاش بلوس، واليوم عاوتاني شابه اخرى يلا عندها 21 سنه ولا 22 سنه حتى هي كتخدم في كاش بلوس. شكون اللي صفاها لها؟ الباترون ديالها. سمعت بعض الناس كانوا كيسمعوا الغوات ديال البنت غتقول روح غتقول روح، وفاش كان هذا المجرم اللي هو الباترون ديالها تينفذ الجريمه، هو كينفذ الجريمه كيصفيها لها وتيقول لها ها اللي بغات تزوج المهندس، ها اللي بغات تزوج المهندس. نسمعوا هاد الناس شنو كيقولوا اللي كانوا حاضرين في هذه الجريمه ديال مولاي رشيد، ونرجعوا نكملوا الحديث ديالنا. السي داز من حدايا من هنايا، انا كنبقشش من داز من حدايا، قال لي السلام، قلت السلام، دخل واحد قسم، سمعت الباب تخبط، الدريه كتغوت، عاد تقول روح، ما عاد تقول روح، هاد الساعه هو خدام كيضرب الدريه. واحد شي بغينا حل باش يحل، فرقنا حنا الرجال البوليس، غوتنا على البوليس، جاو فرقعوا الريدو، كان السيد هو اللي داير خرج يعيا الدب الجنوب حقيقه، والله تندبحك. يعني انت اللي علمتي انا علمت البوليس كامل. وسيدي انت كتعرفوا ديجا كيدوزوا من هنا دائما وحال الحوال تاعو، بحالو ديالو وحال تاع البركه تاعو. وهاد الخلاف هذا ما عرفتيش انت السبب هاد الخلاف هذا وغادي تقول بقى عليه شي حاجه غير كريدي ولا ما عرفت مالو. مع هاد السيده بحال هاد السيده مشيت كدرويشه، عمرها دار الله يرحمها، هادر لا انا الدري عمرها كلام العام سمع منا. جاو رجال الامن حضروا، جاو كلشي، جاو بومبي، جاو كلشي خدموا القانون تاعهم، خدموا بعقولهم كلشي. زين خا من فرقوا المحل، خرجوا خلقوا السيد هو اللي مع الاخر ضرب راسو، ضربها وضرب راسه، ضرب راسو. قدر يداو من هنا ميته. يعني الناس مساكن تصدموا هنا. تصدموا بزاف، ها كدري من الليل كان الليل عامره. انت سيدي منين شتي السيده؟ الحميد بورشو، نروح عزيز عبد الله. الحاله سيدي انت ولا بس ما بقى فينا الحال، بحالنا حنا بحال هي، ما هي مرة حنا رجلنا، هاك بقى علينا هي غيبقى علينا حتى حنا. اطمع خيب. لا حول ولا قوه. الله يستر يا ودي، الله يستر. الدريه اللي خدامه عنده، تم قتل هذه الدريه هذه اللي في ظروف غامضه، اللي هي كتبلغ من العمر 29 سنه وغير متزوجه، والسيد اللي قتلها كيبلغ تقريبا 50 سنه. دخلات الامن بعد ما الناس ديكلاراو ان الدريه في حاله حرجه. من بعد ملي دخلت الشرطه، دخلات وقفات الجاني وجابتهم لنا لسبيطار سيدي عثمان، وتم الدريه توفات، نقل هنا لسيدي عثمان وداروا لي بعض الاجراءات اللازمه، ومن بعد داو لبن رشد. وكيقولوا ان الجاني هو صاحب محل وعنده 3 المحلات دي، وتقريبا كان هز معاه الفلوس والى اخره. هذه هي الواقعه اللي كيقولوا هما، لان ما يمكنش شي واحد يكون داخل معاهم ويعرف شنو كاين، واش فهمتي؟ لانه هو كيقول لك باترون ديالها وهي خدامه عنده. هذا هو الاشكال اللي كاين. هذا الشيء ما يقبلوش الضمير، ما يقبلوا لا ضمير ولا صغير ولا كبير. يعني هذا الشيء كاين شي مشكل داخلي الانسان خصو ولكن ما تنساوش واحد المساله اللي كنعيشوها حنا دابا. تقريبا البلاد كلها كتعيش واحد الستريس، الناس كاين واحد الضغط نفسي. وكيف ما قلنا الا ما كانش انسان مكون وعارف اشنو كيدير غيطيح في الكارثه. انا كنستنكر هذا العمل اللي دار، وما يقبلوا لا ضمير ولا حتى شي حاجه. يعني حنا كمجتمع مدني ما بغيناش هذا الشيء يتكرر، ما بغيناش يكون وتفاجئنا. في عين المكان كنسمع الناس كيدوي وكيقولوا شي حوايج اللي هي ربما تكون شي علاقه اخرى ماشي الفلوس. هذا الشيء اللي سمعت انا، والله اعلم. كنثيقوا في العداله، هي اللي كدير التحريات ديالها. والمصير ديالو هو دمر حياته، او عنده مشاريع، ربما عنده شحال من محل تما، واش 4 المحلات والله اعلم، ودمر محالته، دمر حالته ودمر راسه ودمر نفسه. الا بقى عايش هذا الشيء كنقول لك، الا بقى عايش دابا راه في حاله حرجه، ودابا داو لبن رشد. واش نقول لك، يعني هذا الشيء حتى هي الله يرحمها مسكينه، كان ديما كنقولوا باي ذنب قتلت، الله اعلم. سخوت الوالدين خرج على راسو، خلى مشاريع من موراه، عنده 4 ديال المحلات وفي عمره 50 سنه، قتل راسو، قتل السيده وقتل راسو. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب.